السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. نبدأ كلامنا بالصلاة والسلام على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ده خلاص خلصنا الفراخ البيضة والدورة بتاعتها كملت على خير الحمد لله. وقلت لكم كل حاجة وكل تفاصيلها عنها، بس ان شاء الله برضو مش هقطع فيديوهات عن الفراخ البيضة، هفضل مستمرة فيها فيديوهات الفترة اللي جاية. اقول لكم معلومات عنها اكتر واكتر. بس جيت بقى بعد ما خلصت ذبحنا الفراخ. هي نفس الأوضة اللي بربي فيها الفراخ، هي اللي بربي فيها البط الجديد الجميل اللي معانا ده. البط ده بط مسكوفي، 20 بطة مسكوفي و20 فرخة أو كتكوت رزي. المرة دي، المرة اللي فاتت أنا كنت جايبة فراخ فيومي، المرة دي جبتها رزي. فطبعا هتقولي لي جيتي حطيتي الفراخ يعني حطيتي الفراخ والبط البلد الجديد ده مكان الفراخ البيضة على طول؟ لا طبعا. انا عقمت الاوضه ميه وكلور، غسلت الحيطان، غسلت الارض، شلت كل المشمعات والحاجات اللي كانت في الارض والتبن، وكنست كويس جدا. وكنت عامله فيديوهات قبل كده عن الكلام ده. لو انتوا عايزين اعمل لكم فيديوهات جديده نفس النظافه دي قولوا لي عليها وانا هعملها. وعقمت الاوضه بميه وكلور، وغرقت الدنيا ومسحتها مسحه كويسه وكنستها تاني. وسبتها تنشف كويس جدا عشان الحيطان كمان تنشف في الارض وكله. وبعد كده رشتها رشه تبن ورشه جير، رشه جير الاول علشان اعقم الارضيه واطهرها، لان الجير المطفي بيطهر الارضيه. وبعدين رشيت رشه تبن وظبطت الدنيا وشغلت اللمبه وطلعت بعد كده على المكتب عشان اجيب البط ده. طب انا هنا قلب البط ده ليه بوريكم ايه؟ بوريكم ان الصوره بتاعته بتبقى تحت كده ناشفه. لو لقيتي حسيت ان في فتح موجود في المكان ده مبلول كده او محمر كده وملتهب، يبقى السره بتاعت الفراخ والبط مش ناشفه، يبقى هما نوعيتهم مش كويسه. طبعا انا بتعامل مع حد كويس جدا ومش اول مره اتعامل معاه، بتعامل معاه في كل انواع الطيور اللي بجيبها بتعامل بيها معاه. وجبت لهم كمان التحصينات بتاعتهم. السقايتين اللي قدامكم دول كل سقايه فيهم نص لتر. والتحصينات دي اللي هو نوعين بحطهم بالنهار ونوع بحطه بالليل. احنا كنا كده بالليل. فده نوع الاخضر، ده نوع، وفي نوع تاني اصفر، دول بيتحطوا مع بعض ربع غطا او ربع معلقه على النص ساقيه اللي انتوا شايفينها دي. فلسه بحط لهم التحصينات بتاعتهم. ده انا كنت جبتهم من الصبح وحطيت لهم الدواء البودره بتاع النهار، بس للاسف ما قدرتش اصور بالنهار لان انا كنت تعبانه جدا. فصورت بالليل. هما كده في وضعهم بالليل بعد ما كنت حطيت لهم كيس محلول جفاف، وهصوره معاكم برضو ان شاء الله واوريكم بعمله ازاي. وحطيت لهم الدواء البودره بالنهار اللي هو تحصينه النهار، وحطيت لهم نص الشكاره دي كده وحطيت عليها العلف. وجيت بالليل عشان احط لهم الدواء السائل اللي انتوا شايفينه اللونين مع بعض دول بالليل. الفيديو اللي جاي ان شاء الله هصور لكم الدواء وهحكي لكم عليه، او التحصينه دي هحكي لكم عليها علشان اللي جايب فراخ او بط جديده يبقى عارف هو بيشتري ايه وبيعمل ايه بالظبط، وهقول لكم فوائدها وكل حاجه عنها. طبعا اول حاجه استقبال للفراخ والبط بيبقى على محلول جفاف، محلول جفاف بشري العادي اللي بنجيبه لاولادنا ده لما بيكون عندهم اسهال وترجيع وكده. محلول جفاف كيس كده بفضله لهم على لتر ميه، وبحطه لهم على السقايتين لتر ميه اللي هم السقايتين دول، لان كل سقايه فيهم نص لتر. وهم كانوا صغننين خالص. وطبعا اللمبه الحمراء شغلتها عليهم علشان تدفيهم. البط المسكوفي من احسن انواع البط، وانا صورت لكم فيديوهات برضو قبل كده، دي مش اول مره اربي البط المسكوفي، عشان كده انا كررت البط المسكوفي وزودت كمان في العدد المره دي. الفراخ الرزي هي اللي اول مره اجيبها. انا جبت الفيومي قبل كده كانت كويسه جدا، بس حبيت اجرب برضو كل الانواع اللي موجوده علشان اشوف افضل نوعيه فين واتعامل بيها على طول. جبت لهم العلف بروتين 23 زي ما انتم شايفين كده، بحطه لهم على شكاره اول يوم، مش اول يوم بس، بيقعدوا 4-5 ايام على الشكاره كده، وبعد كده بغير الشكاره دي بشيلها وبحط لهم في العلافات، لان هم بيبقوا صغيرين خالص ما بيعرفوش ياكلوا من العلافات، يا دوب لسه بيتعلموا الاكل. ده من عمر يوم لحد عمر 25 يوم، سواء الفراخ الرزي او البط المسكوفي هياكلوا علف بروتين 23 نامي، علف بادي، اسفه جدا، علف بادي 23 لحد ما يتموا عمرهم 25 يوم. هيفضلوا ان شاء الله في الاوضه ديت على اللمبه. ممنوع نشيل اللمبه على الاقل 10 ايام او 15 يوم. حتى لو الجو حر، الجو حر بالنسبه لنا احنا مش بالنسبه لهم، هم عاملين زي البيبي الصغير محتاجين درجه حراره عاليه.
درجة حرارة الأوضة وقت ما تدخلي بالبط أو الفراخ لازم تبقى على الأقل 32 إلى 34 درجة. أقل من كده ما ينفعش، يبردوا على طول. وشايفين أنا بزود لأن طبعا هم كانوا جايين من الصبح ورشت لهم الجير والتبن وكل حاجة. رجعت بالليل تاني زودت التبن تاني، لأنهم بيفحروا وبيبقوا صغيرين لسه، ولازم ليهم دفى، لازم الأرض تحتهم تبقى دافية وناشفة طول الوقت، تبقى ناشفة. طبعا زي ما قلنا محلول الجفاف والعلف بتاعهم، العلف بتاعهم جاهز عندهم وكل حاجة بتبقى متظبطة. هم في الأول ما بياكلوش كتير، يعني أنا في الأول جبت لهم 5 كيلو علف وقاعدين عليهم هم بقالهم كام يوم. طبعا الفيديو ده نازل بعديه بكام يوم لأن أنا كنت تعبانة جدا، حتى باين على صوتي لو انتوا واخدين بالكم. فقعد معاهم العلف كذا يوم. أنا الحقيقة ما جبتش شكارة علف من الأول لأن أنا اتكلفت في تمنهم، فجبتهم على طول وما جبتش العلف. فجبت لهم 5 كيلو علف، قلت على ما ربنا يسهل ان شاء الله واجيب لهم شكارة علف بادي صغيرة. على ما يوصلوا عمرهم 25 هجيب لهم شكارة علف نامي. فاحنا بادئين معاهم بالعلف البادي، هيقعدوا ياكلوا علف بادي 25 يوم نفس النوعين. انا طبعا على عمر 15 يوم هفصلهم عن بعض ان شاء الله، هصور معاكم كل حاجة وهنتابع مع بعض دورة البط والفراخ دي اول باول. هيقعدوا ان شاء الله معانا 3 شهور ويمكن اقل، يمكن اقل ان شاء الله. وهنتابع مع بعض في الفيديوهات كل التفاصيل وكل الادويه واي حاجه، ولو في حاجه ماتت، في حاجه مرضت، في حاجه، هنتابع مع بعض كل حاجه. عشان اللي جايبه معايا بط من ده او اللي كده عايزه تجيب، الحقي هاتي. الاسعار دلوقتي نازله شويه، عن بعد كده الاسعار هترفع. فيلا نربي مع بعض دورة البط والفراخ دي هتبقى حلوة جدا. وبرضه مش هنسيب الفراخ البيضة، هنرجع لها تاني. فما تستعجلوش على اي حاجة. واللي لسه اول مره بيتفرج عليا في فيديوهاتي، البطه اللي انا حاطه ايدي عليها دي دلوقتي بطه مسكوفي، عمر 3 شهور بالظبط. وتاخرت عليها كمان في الذبح، هي كانت محتاجه ان هي تتذبح قبل عمر 3 شهور كمان، لان هي وزنها كان ما شاء الله 5 كيلو ونص. والنتايتين دول كل واحده فيهم، واحده 2 كيلو والتانيه 2 كيلو وربع. كان بسم الله ما شاء الله الوزن كويس جدا. فاللي ما شافش فيديوهاتي اهو، دي نتيجه تربيه البط المسكوفي بتاعتي. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم، وتدعموني بلايك واشتراك في القناه، وتكتبوا لي دعوه حلوه من قلبكم، وتسالوا اي سؤال انا مستعده اجاوب عليه فورا. وكل متابعيني عارفين ان انا بجاوب على الاسئله، يعني اخري تاني يوم على طول بجاوب على الاسئله على ما بشوف التعليق، وبجاوب على كل الاسئله وبالفيديوهات كمان. اللي عايز اعمل له فيديو عن اي حاجه انا بعملها فورا. انا هنا بصور حجم الكبده ما شاء الله لا قوه الا بالله. دمتم بالف خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.